اهلا بيكم في حلقه جديده من ريستارت. وريستارت النهارده لازم كلكم تسمعوه وتنفذوه لان مفيش غنى عنه. ريستارت النهارده اعبدوا الله حق عبادته. كلنا بنعبد ربنا، دي حاجه اكيده، لكن للاسف في ناس كتير بتفصل بين العبادات والمعاملات. ناس كتير قوي تلاقيها بتصلي وتصوم وتحج وتعتمر ومعاملاتها مع الناس سيئه جدا. تلاقيه يظلم مراته، يظلم ولاده، وهي كمان ممكن ما تعمل حاجات غلط تبقى عاقب امها عاقب ابوها. بيفصلوا طالما بصلي واصوم واحج تمام. ده طبعا لازم في اللحظه دي تعمل ريستارت. في ناس تانية بقى تقول لك ايه، يا عم مش لازم اصلي ولا اصوم ولا اعمل، المهم ان انا تمام ومعاملاتي تمام وقلبي تمام. ايه المانع نعمل الاتنين؟ اعبدوا الله حق عبادته، يعني لازم تصلي وتصوم وتعامل الناس زي ما ربنا قال. لو انت ناقصك ده او ده او ده دلوقتي حالا قبل ما تخلص الحلقة تدوس الزرار تعمل ريستارت وتبدأ من جديد. والنهارده معانا ومعاكم كل ضيوفي عاملين الريستارت ده وهتشوفوا بنفسكم. واول فقره معانا دكتور ابراهيم علي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ منال واستاذ مشاهدين. دكتور ابراهيم علي هو الفائز في مسابقه صوت بلال لتلاوه القران الكريم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ منال والساده المشاهدين. المسابقه طبعا مسابقه عظيمه وجميله، احكي لي ازاي اتعرفت على المسابقه واشتركت فيها. هي بتتعمل بقالها 3 سنين، بس الموسم ده كان حاجه مختلفه تماما عن الموسمين السابقين. الموسم ده كان فيه انضباط اكتر، وكانت المسابقه فيها اعداد متسابقين مشاركين كتير جدا. احنا حددنا سن معين وقسمنا المتسابقين، يعني متسابق فوق السن ده ومتسابق تحت السن ده. طبعا انا الحمد لله كسبت في المسابقه مركز اول في طبعا فوق السن مع الكبار يعني، واخدت جايزه رحله عمره الحمد لله يعني. الف مبروك ما شاء الله. الله ما شاء يبارك في الله. حضرتك. الله يخليك. طب انت دلوقتي بدات رحله حفظ القران الكريم، كان عندك كام سنه؟ كان عندي 6 سنوات. مين يعني شجعوك في البيت؟ يعني ازاي بداتها؟ والله جدي هو اللي بدأ معايا حفظ القرآن من وانا عندي 6 سنوات، كنت في اولى ابتدائي. تمام. هو طبعا جابني وقعدني جنبه وقرأني. طبعا انا كنت بعرف اقرأ فقرأت في المصحف، فقام رايح يومها قام رايح مديني اول صفحة في سورة البقرة، وقام راح قال لي تسمعها لي تاني يوم. من ساعتها بقى وانا بدأت احفظ معاه وكده، احفظ مع جدي. وختمت القرآن وانت عندك كام سنة؟ ختمت وانا عندي 13 سنة. وابتديت بقى تحفظ التجويد وكده؟ ابتديت دراسة التجويد مع شيخ الباشمهندس زياد طبعا. وانا عندي 16 سنة، كنت في اولى ثانوي. وكنت ختمت خلاص القرآن؟ كنت ختمت القرآن قبلها بسنتين او 3. ايه السورة اللي تفتكر وانت صغير كده قالوا لك عليها برافو وحسيت ساعتها بنفسك ان انت فخور بنفسك انك حافظ القرآن؟ كان ربع في سورة البقرة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وكان في برضو حاجة تانية، كان آخر جزء في سورة الكهف. تحب تسمعنا ايه منهم من ذكرياتك كده معتز بيها؟ دايما الواحد لما بيحفظ القرآن وهو صغير دايما بيفضل فاكره مهما كبر. أكيد طبعا. طيب ايه بقى اللي تحب تسمعه لنا النهارده انت حبيت نفسك فيه؟ أواخر سورة الكهف بإذن الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله، حاجة جميلة. انت طبعا طالب في كلية طب، يعني من الكليات العليا يعني زي ما بيقولوا، فانت طبعا بتحفظ القرآن وبتدرس. في ناس كتيرة لما تيجي تسألهم مثلا تقول له انت ليه مش حافظ او ما بتحفظش، يقول لك عشان ما تعطلش عن الدراسة. فايه رأيك في كده؟ طبعا هي الدراسة طبعا ليها وقتها، والقرآن بيكون ليه وقته. يعني القرآن لازم يتحدد له جزء في اليوم، يعني مش جزء اللي هو ككام، لا، يعني مثلا ساعة في اليوم أو ساعتين في اليوم الواحد يراجع فيهم، لأن لو ما راجعتش هنسى أكيد. طبعا أنا بعد ما خلصت كنت براجع 5 أجزاء في اليوم تسميع. 5 أجزاء، ما شاء الله، ما شاء الله. كنت بسمعهم، كنت بختم القرآن يعني مرة أسبوعية. انت عارف ان في حفظ القرآن هو في حد ذاته بيدربك على اللغة العربية طبعا صح؟ انا كانت اكتر مادة بالنسبة لي مفضلة كانت اللغة العربية، وكانت صحيح. اكبر مادة اصلا جايب فيها مجموعة في ثانوية عامة. ايوه الحمد لله يعني. وكمان انا اسمع ان حفظ القرآن بما انك دكتور بقى بيخلينا ما عندناش زهايمر، لانه ده بينشط ذاكرتك على طول. وما شاء الله بقى فيه كتير قوي مسابقات لحفظ القرآن وتحفيظه. وبقت مثلا كنا الأول بنسمع عن مسابقات في مجالات أخرى، دلوقتي مسابقات تحفيظ القرآن بقت ما شاء الله مالية القرى والمدن صحيح. والمدارس، وبقت حاجة جميلة جدا. انت اشتركت في مسابقات تانية غير صوت بلال؟ طبعا اشتركت في مسابقات كتير وانا اصغر من كده. اخر مسابقة مشارك فيها كانت صوت بلال. اشتركت قبلها في مسابقات كتير على مستوى المحافظة، وخدت يعني جوائز ومراكز كويسه الحمد لله. دايما كنت بتاخد مراكز كويسه ما شاء الله. وانت عامل الريستارت اللي انا قلت عليه ده، يعني انت اكيد مصلي وقارئ للقران وحافظ للقران. أكيد الحمد عامل لله. بقى الريستارت ان انت معاملاتك ايه تاثير حفظ القران عليك كمعاملات للناس؟ طبعا حفظ القرآن بيحسن المعاملات مع الناس كتير. اصلا فيه يعني القرآن بيحسنا على حسن الخلق مع الناس، ازاي نتعامل مع الناس كويس. حاجات كتيرة في يومنا لو مشينا على القرآن هننظمها بالقرآن. صحيح صحيح. الصلاة كمان بتنهى عن الفحشاء والمنكر. صح صحيح. طب أنا سمعت إن أنت بتعرف تقلد أصوات ناس من إذاعة القرآن الكريم. تتر الإذاعة ساعات بجيبه. طب ورينا مثلا الدكتور أحمد نعينة. ورينا. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ما شاء الله. طب سمعنا حاجة كمان، احنا عايزين نسمع صوتك ونسمع صوت بلال. في تتر في الإذاعة للقارئ الكبير طبعا الشيخ البهتيمي. ايوه اتفضل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وجودك في المسابقة، انت بتقولي في ناس كتير قوي كانت مشتركة، ده دليل ايه؟ ان الناس كتير بتحفظ القرآن. طبعا المواهب كتير في بلدنا يعني ما شاء الله. كتيرة كمان كتير. ما شاء الله كتير ما شاء الله. حد لفت نظرك فيهم وحاسس ان هو فعلا ليه مستقبل؟ كان في اللي هو خد مركز اول في الصغار ما شاء الله. طفل عمر ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء ربنا الله عليه، ده مستقبل كويس عمر ما شاء الله. طب وانت بقى بتفكر تحفظ؟ يعني انت حافظ، بتفكر تاخد الاجازه وتحفظ وكده ولا ان شاء الله؟ ايه تفكيرك في مستقبل حفظ القرآن؟ ايه رايح فين بيه؟ ان شاء الله يعني مستقبلا، بس انا يعني حاليا بحاول اخد خطوه اللي انا اقدم في الاذاعه. نفسك تبقى في نفسي الإذاعة؟ ابقى قارئ في الاذاعه. في إذاعة القرآن الكريم بالظبط. ما انت ما شاء الله فايز. طب في مسابقات بقى مثلا عالمية تروح فيها او كده؟ ان شاء الله دولة التلاوة الموسم الثاني يكون موجود باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب انت عارف ان احنا معانا مين دلوقتي على التليفون؟ الو، قول الو.
الو. الو. الو. ايوه، مين معانا؟ انت عارف مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا فندم؟ معانا والدة دكتور ابراهيم. ما شاء الله، يعني ربيتي بجد ما شاء الله. الله يخليكي، تسلمي لي يا رب. ايه ربنا دور يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيكي. ايه دور حضرتك بقى في الدكتور ابراهيم؟ ازاي طلع يعني حافظ للقرآن وشاطر في الدراسة ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ ويعني كلميني عن دور الام في حاجة زي كده. الحمد لله والله، يعني ابراهيم طول عمره ممتاز ما شاء الله يعني، وانا بصراحة فخورة بيه بصراحة اكيد. وهو جدع وما شاء الله، يعني دايما مجتهد في دراسته وفي قرآنه الحمد لله يعني، وانا مش مقصرة معاه في حاجة والله. اكيد. وطمنيني، بار بامه؟ طبعا. طبعا ابراهيم يستاهل كل خير ما شاء الله، ربنا يفرحك. ده ابراهيم ده حبيبي وابني واخويا وصاحبي وكل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. وسندي والله. ربنا يخليهولك يا رب. طيب قولي لي، نفسك تشوفي الدكتور ابراهيم اكتر طبيب، ولا نفسك تشوفيه اكتر قارئ في اذاعه القران الكريم، ولا الاثنين، ولا ايه؟ الاثنين بصراحه. ايوه طبعا. يا رب اشوفه دكتور كده وينفع بيه الناس يا رب، واشوفه اجمل قارئ ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كان في كتير قراء دكاتره برضو واطباء، فحاجه جميله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يخليكي ويكتر من امثالك، وبنحييكي في البرنامج، وانت طبعا تحيي ماما على تربيتها. اكيد طبعا، هي طبعا تاج راسي طبعا ما شاء الله. ربنا يحفظها لا ويخليها فضل كبير عليا لك. يعني. متشكره جدا لحضرتك، بشكر حضرتك. انت بقى ان شاء الله كده بتفكر في مستقبلك الطبي ازاي، وفي مستقبلك احنا قلنا مستقبل القارئ، انت عن نفسك تبقى في اذاعه القران الكريم. طب ايه، هتقدم في مسابقات بقى ولا ايه، ولا بتبقى ازاي؟ باذن الله لسه اختبارات دوله التلاوه الموسم الثاني لسه ما بداتش. فانا مستني باذن الله اول لما تبدا اتجه بقى اللي انا اقدم في المسابقه، وربنا يوفقني باذن الله يعني، وابقى ان شاء الله باذن الله. سمعنا بقى حاجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، تحفه ما شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور ابراهيم، وربنا يكتر من امثالك، واشوفك ان شاء الله مذيع كبير في الاذاعه. نطلع فاصل ونرجع تاني مع شباب برضو ناجح جدا. ورجعنا لكم تاني، ومعانا 2 من الشباب اللي منفذين ريستارت النهارده، عبادات ومعاملات. معانا
المنشد عمر علي والمبتكر خالد عاطف. هنبدأ مع بعض بالمبتكر. عرفني بنفسك. أنا اسمي خالد عاطف، طالب في مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء ومحافظة بني سويف، تخصص تكنولوجيا الرخام والجرانيط. الحمد لله حصلت على شهادات عديدة، من ضمنها رخص دولية، فن أمن السيبراني وفن شبكات، وحصلت على ابتكارات في مسابقات مثل ايسف لعلوم الهندسة ومسابقة ستارت اب تاني. ما شاء الله. يعني المدرسة بتاعتك أولا مدرسة رائعة ونموذج، لأنه فعلا نطبق اللي بندرسه باللي بنشتغله. وفي نفس المدرسة معانا عمر علي المنشد. أنا عمر علي عزت من محافظة بني سويف، منشد ومبتهل ديني، وبرضه واخد شهادات من الناحية التعليمية في مسابقة سيسكو شتاء رقمي، وشاركت في مسابقة ايسف للعلوم والهندسة. حسيت ان انت منشد وصوتك حلو من امتى؟ من وانا في رابعة ابتدائي. شجعوك في البيت؟ كان التشجيع الاول كان من الاهل، لان هم اول ناس اعرض عليهم ان انا صوتي حلو وكده. ما قالولكش لا دي حاجة هتعطلك وكده؟ لا هم كانوا كان دافع ليا في مجال الانشاد. طب انا عايزة اسمع بقى الانشاد بتاعك. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك، أرجو رضاك، أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، وبحق جاهك إنني بك مغرم، وبحق جاهك إنني بك مغرم، والله يعلم أنني أهواك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة، والشمس مشرقة بنور بهاك. ما شاء الله. خالد، انتوا عاملين صفحة مع بعض او مشروع مشترك اسمه المنشد والمبتكر. ايه فكرة الصفحة دي؟ اولا انا الهدف الاساسي لمعظم الشباب دلوقتي او اي حد بيستخدم التكنولوجيا بيستخدمها بطريقه خاطئه، في نسبه كبيره من المستخدمين بيستخدمها بنسبه خاطئه، فاحنا حابين ان احنا نوجه نعمل انشانا المحتوى ده عشان بالدين نوري ونوضح ان العلم لازم نستخدمه بطريقه صحيحه، لان التكنولوجيا لو ما كانش ليها اساس ما كانش هيبقى ليها تطور. انت كمنشد بتواجه مشكله؟ لان الشباب دلوقتي، هل هم الشباب بيسمع؟ يعني انت ما شاء الله اول مره اشوف منشد شاب صغير، انا شخصيا يعني اكيد فيه موجود كتير منشدين شباب صغيرين، بس هي الشباب دلوقتي بتميل للموسيقى والاغاني الشعبيه. بتواجه انت مشكله في الحكايه دي ولا تمام؟ هو كمستمعين بيستمعوا وحابين الانشاد، لكن هو بيميل لايه ده حاجه ترجع له. هو بيميل
لكن في الفتره اللي انا بطلع انشد فيها او ابتال فيها هو بيبقى مستمتع، لكن هو بحافظ ان هو عايز يسمع موسيقى، بيلاقي نفسه في الموسيقى أو في فانت الإنشاد الدور أو في بقى عليك انت، ده دورك بقى انك ان تنشر احنا بنوجه الانشاد وعظ ديني وعظ ديني في البرنامج المنشد المبتكر، بنقدم وعظ ديني ومع انشاد احنا بنحيي ذكرى سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاه والسلام. وبنفكر الناس بالدين وبنديهم برضه نصايح بس بشكل شبابي شويه، يعني مش اللي هو بقى انه الحمد لله وخطبه وبتاع. بطريقه شبابي. بوفر وقت الخطبه، لا انا بديك النصيحه على طول. ايوه. وفي منشد معين اثر فيك؟ في مبتهلين الشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طبار وطبعا الشيخ النقشبندي والشيخ النقشبندي. ما شاء الله. يعني انتوا الاثنين بتمنى لكم بصراحه يعني مستقبل هايل، والمدرسه بتاعتكم انا معتزه بيها جدا جدا، لانها بتعلمنا التكنولوجيا وبتعلمنا حاجات. انا عارفه ان انت لو قعدنا نتكلم عن المدرسه اللي انتوا الاثنين فيها فعلا مدرسه هايله، وده حاجه كويسه جدا في بلدنا ان هي بقى فيها مدارس بتربط بين اللي بنتعلمه واللي بندرسه واللي بنعمله على طول. يعني هما الاثنين بيدرسوا التكنولوجيا والعلوم وحاجات طبيه وحاجات جميله جدا جدا. بشكركم انتوا الاثنين جدا جدا، وبتمنى لكم ان انتوا تبقوا في احسن حال. وعايزاك اختم مع عمر وتسمعنا حاجه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجز عنا، لا تجز عنا، فإن الكاشف الله. ما شاء الله ما شاء الله. بشكركم جدا وبشكر المشاهدين، ومستنياكم الاسبوع الجاي ان شاء الله بريستارت جديد، واستنونا.